ايه اللي وصلك انك بقيت عايز يومك يعدي وخلاص؟ الحقيقة في ناس بتبتدي يومها بأحلام وأهداف وحاجات جميلة، وناس تانية كل اللي بتتمناه إن اليوم يعدي من غير وجع وخلاص. أكبر إنجاز عندهم إنهم يخلصوا اليوم من غير تعب ومن غير انهيار. وجع بيبقى جواهم مش متشاف، سقوط يبقى جوا الواحد ومحدش شايفه، سقوط بيخليه أبسط خطوة تقيلة مش قادر أعملها، وتبدأ تسأل ليه أنا وصلت للنقطة دي؟ فين شغفي؟ فين أحلامي؟ أنا فين؟ سؤال ليه بيفضل جواك مش اعتراض، لكن صوت جوه روحك بتحاول تفهم أنا وصلت لكده ليه؟ لأنك بتفقد الشغف وبتفقد الأحلام وبتلاقي نفسك في أعمق صراع جواك، زي اللي حصل مع إيليا بالظبط لما تعب وطلب الموت وربنا ما سابهوش، لكن بالعكس سنده، شدده، قومه من جديد، لأن ربنا مش بيسمح إن أي حاجة تقع وخلاص إلا ويكون بيحضر حاجة أعمق بكتير. ولا عمره بيسمح بسؤال إلا ويكون عنده الإجابة ليه، حتى لو الإجابة بتتأخر. خليك واثق إن ربنا شايفك كويس قوي، شايف تعبك، شايف وجعك من جوه، شايف صراعك ومحاولتك اللي محدش مقدرها، شايف وقوعك النهاردة وشايف انتصارك بكرة، شايف رغبتك إنك عاوز ترضيه. هو شايفك ومعاك وبيشددك لحد ما توصل إنك تلاقي الطريق اللي نهايته التعافي. شايفني جميل بتركبتي وساق هو مركبتي، وما يبخلش يوم عني، وكل الخير شايل